ينضم معنا مباشرة رئيس مؤسسة شبكة عيون الإعلامية مجيد الموسوي. وما حد فات علي انتم خط احمر، ما حد فات علي انتم خط احمر، ما حد فات علي انتم خط احمر. انتم وحدكم يكرم بضلوع، انتم وحدكم انتم وحدكم انتم وحدكم خيال قحيل، انتم وحدكم انتم وحدكم انتم وحدكم شيخ على الديره، انتم وحدكم انتم وحدكم انتم وحدكم معروف علومه، انتم وحدكم انتم وحدكم انتم وحدكم هزبر بالحومه، انتم وحدكم انتم وحدكم انتم وحدكم لو تقسم ويدا، انتم وحدكم انتم وحدكم انتم وحدكم مدروس ملوحه، انتم وحدكم انتم وحدكم انتم خط احمر ما حد فات عليه، انتم خط احمر انتم خط احمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، بالبداية نعزي الشعب العراقي ونعزي العوائل الشهداء وأنفسنا بالحادثة التي حصلت يوم أمس في محافظة نينوى، واللي وصل عدد القتلى 440 هاي بالليل البارح، قبلها العبارة 300، وهكذا العراق يستمر على هذه المسلسلات. مثل قبل يعثرون على جثث، يقول عثرنا على جثة مجهولة. البارحة عثرنا على حالة عرض، يعني ديكور مسوينه من قماش وذولا يشعلون شعالات، واحترقت القاعة. المدير مال القاعة شرد، لزموه بالشمال، سلموه لوزير الداخلية، فأعتقد ما إلى ذنب الرجال، بس القضاة هو المسؤول عن هاي. هذا المسلسل من 2003، جثة مجهولة، عائلة وقع عليها بيت، حادث دهس، سقوط مدرسة على طلبة، يعني هاي كلها مدفوعة الثمن من قوة الشر والعصابات الموجودة المنظمة. من 2003 جربوا حظهم ويا كل الشرائع، نزلوا على تجريب حظهم ويا شيوخ عشائرنا، ولكن فشلوا. دخلوا الزرقاوي، داعش، القاعدة، الإرهاب، الأشكال، دخلوا الآفة المؤذية، المخدرات، آفة العصر، وأنا أقسم بالله ومضيف البخت هذا لو باقي داعش ولا المخدرات، زين، لأن داعش يشوفه على الجبهة تكتله. هذه الحالة مستمرة التسلسل. اليوم دخلنا عند الله عز وجل ورمينا بختنا وعلاقاتنا بالعشائر، لأن العشائر اليوم هي صمام الأمان مال الوضع الحالي، لأن كل من عنده عشيرة، اللي يتعارك بالشارع عنده عشيرة، اللي يقتل ويشرد عنده عشيرة، اللي يسوي جريمة عنده عشيرة. والله يكون بعون شيوخنا، ابتلت بلوى كبيرة. العدة مخدرات يرحون الكبيرة، هو يتاجر بالمخدرات، يقتلوا القوات الأمنية، يودون قوامه للضباط وللشرطة. شلون تقتلون بنا؟ الحرام اللي يطفر على البيت يريد يبوق يقتلوه، تصير قوامه وبلوى. فشنو هي البلوى؟ ما هي هاي البلوى. اليوم اختارينا شخصية عشائرية، الشيخ عدنان جاسم البيضاني. البيضان قبيلة عشيرة معروفة، من قبيلة معروفة ومن أصل وفصل، وانحدرت من محافظة عريقة العمارة. فهذا الرجل أشادوا به بحل النزاعات، تواصل تعاونه مع القوات الأمنية في المنطقة، مع شيوخ العشائر. فإحنا لا بأس، ليش ما نكرمه ونزوره؟ هذا الإعلام، لأن إحنا أصحاب رسالة، ندي رسالة، لا عندنا قانون نحكم به ولا عندنا إجراءات قانونية، مجرد عندنا رسالة
وهذا سلاحنا. قررنا كقناة أن نقوم بتكريمه أو زيارته، وأن نعرض كلماته على التلفاز حتى تكون رسالة إلى الشارع العراقي وإلى شبابنا. شبابنا أكثر ما يعرف مادة المخدرات أو هذا السم القاتل، فالعشائر هم عشائرنا ونسينا. ونرحب بهاي الشخصية اللي أمامنا باسمي شخصيا الصحفي والإعلام مجيد الموسوي، والمصور التلفزيون فلاح الغساني، والمحررة هالة الشمري. تحياتنا وتمنياتنا للشيخ عدنان جاسم البيضاني، لكن البرنامج يتطلب من هو شيخ جاسم البيضاني. الله يهديك. أفضل ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي أنت مشكور على المقدمة هاي الطيبة والمواساة للشعب العراقي، والله يبارك فيك. شخصيا إن شاء الله كل احنا معروفين بالمجتمع العشائري. أنا عدنان جاسم مهاوي ابن الشيخ الفريضة جاسم مهاوي، شيخ عشائر البيضان، وأنتسب إلى عشائر البعبود قبيلة البو محمد شيوخنا، وتنتسب قبيلة البو محمد لعشائر العزة. نعم تفضل. شيخنا المجالس مدارس، وتاريخنا معروف هو عشائري. يعني أنا 11 سنة بالخارج ما شفت مثل عشائرنا بالكرم وبالشجاعة وبالصدق بالإيمان. هذه اليوم دخلت علينا ظواهر منها المخدرات، آفة العصر اللي دمرت نسل، زنا بالمحارم، قتل الأب، والبارحة 2 شباب يعنفون أمهم، ما أدري شفتهم ما أدري لا، تعنيف الأطفال، الجريمة، السطو المسلح. هذا يشرب يفقد، شنو القدامه يحصده؟ شنو رسالتك للي تاجر بهذا السم؟ وش تطالب؟ شو تطالب من الدولة عقوبة هذا المجرم اللي يجيب سم الشعب؟ بالنسبة للعشائر العراقية هي الحزام الآمن لجميع الظواهر المخلة بالشرف وبالأخلاق والعادات السيئة. وكما تعرف كل عشيرة من تشوف مستحدثة سيئة بالمجتمع تسوي لها سنينة، مثل ما تعرف السنينة هاي مثل القانون. كعشيرتنا وعشائر البو محمد تنبذ هذا دستور العشائر، تنبذ هذا الوضع، وكل إنسان يتعاطى أو يتاجر فهي بعيدة عنه وتتبرى منه. كذلك تعاوننا مع الجهات الأمنية والتبليغ على كل حالة أو متاجرة في المخدرات أو غيرها مما يسبب آثار سلبية على أولادنا وعلى المجتمع. الله يبارك. شيخنا اللي مثل قائد مشتهر بالجنوب وبالوسط وبالغربية، ماكو زورة تخلى من واوي، لا سامح الله قالوا لك شيخ عدنان عندكم واحد يتاجر او يتعاطى، شنو قرارك؟ نعم احنا صار عندنا هذا الفعل، وكان المخبر بلغ عليه، وعلى اساس احنا بالنسبة نقاوم المخبر. فقلت لهم بالعكس هذا المخبر المفروض احنا نقدم له الشكر وهاي، لان هذا ابننا قاعد يتعاطى ويتاجر به، ونبذنا هذا الفعل والشخص اخذ جزاءه. الله يبارك. شيخنا اصعب فصل قعدت بدون تسمية بقى بخيال بذاكرتك؟ احد الفصول هي كلش مغالية بسبب التفرعات العشائر وعدم حضور الشيوخ العامين بالفصول. صار تصرف فردي وبعيد عن الثناين، فدفعت فصل كلش قوي أذاني وأذى عشيرتي. نعم بخت والسنين بدون هو السبب عدم حضور شيوخ العامين أو تفرع هذا الشخص، فباعتباره أن الكسب المادي هو أساس الفصل. هو بالعكس نسميهم دخلاء عليكم؟ نعم هاي الدخلاء موجودة، بدأت من التسعينات ولحد الآن أكو دخلاء على العشائر، لا هو شيخ ولا أبوه ولا عمه ولا يسائل.
مجرد صارت التهيئة الأخرى هي المكان والمادة والعذوبية، وهاي موجودة، هي شرف هي، بس ما يقدر يوصل للشيخة، لأن الشيخة هي وراثة مثل المملكة، ما ممكن أن تصير شيخ. وهاي شيخنا الغالي، ما أريد أتعبك، إحنا أصحاب غيرة، وعراقنا عراق الخير، عراق الرسالات السماوية، عراق الأنبياء. أول قانون حمورابي للعالم هو من العراق، رسالتنا من العراق، العلم من العراق، الطب من العراق. عندنا حالة أصبحت غير صحيحة، مثلا واحد يسعف لمريض أو ضاربيه أو بالشارع أو ينزف دم، ليش يقاوموه وينسجن؟ بس هاي أول شيء تبعثه من الأخطاء هي الدولة، قانون الدولة شوية المفروض هذا المسعف المفروض يتكرم ويتحرى عنه، هل هو الشخص هذا هو اللي أبو الحادث أو هو كان مسعف. احتياج هذا المسعف لازم يجيب له جماعة ويا يركبهم بالسيارة حتى يشهدون بين هذا الشخص. إذا ماكو جماعة، وإذا ماكو لازم التحري. هو حجي اليوم من هو الوضع اليوم، هاي عينك مو بس تشوف بيها، تقدر تتفحص بها كل شيء، المار منك اللي يسولف وياك تعرف طريقة الكذب وطريقة المراوغة، وهاي مو غريبة على الشخص الفاهم. فالمسعف دائما المسعف مبين ذاك هو، والمدان مبين، واليوم اكو مستحدثات، اليوم الكاميرات والمنطقة ما تخلو من المارة، فيبين هذا الشيء. نعم. صارت حالة أيضا أخرى هي الدقة الدونية العشائرية، كل بيت بأربع مشتملات، وجيران انضربوا وكو ناس بريان ضربت، ماكو بديل لهاي. يعني وين قرآننا، كتابنا، ديننا، العشائر البخت، الحظو البخت. هذه الدقة حلف لأكثر من شيخ عام التقيت بيهم، ما أريد نسميهم عامين صحيح، يقول احنا ما لنا لا ذنب ولا عبد، يروح يطون ورقتين الواحد يروح يدق من ذول هم مدقدقين ويدقون. بعدين قبل جزيرة شيخنا سمناها عجايزنا الخلا، هسه كل بيت بيه 4 عوائل و5 زين، ونطبق ويا هاي الشيوخ قاموا يدقوهم. زين شنو مجالس مدارس قعدتوا ناقشتوا هاي الاوضاع؟ والله هاي مناقشة، بس انا شوي استفرد بهذا الموضوع. بالنسبة للدقة العشائرية، دقة مشروعة واكو دقة غير مشروعة. من زمن حلف الفضول كان من يجون يطالبون هالعرب هاي، يجون يطبرون الخيم بالسيوف، بين انا اطلبك شلون انا زعلان عليك، شجي اسلم عليك، انا لازم اسوي فد حركة. فالدقة اليوم الدقة الافقية هي دقة شروع في القتل، يحاسب عليها القانون ويحرمها الشرع ويغرمها العشائر. أما الدقة العمودية فهي دقة مشروعة، لأن اليوم أنت لما تنتهي لغة الدبلوماسية، أنا وياك، أنا يوم أطلبك وهاي وأنت ناكرني زين وقعدت أكثر من يعني حتى هو على نطاق العالم، هاي الأمم المتحدة من تقعد دولتين وما يلقون بيناتهم انسجام واكو رفض، زين ذيك الساعة راح تسوي انذار، لا انذار مثل ما احتلال الكويت يصير انذار، قام يرمون بحفر الباطن. مو الدقة العشائرية هي ركن من اركان العشائر، لكن إلها اليوم ثقافة. احنا اليوم باينين خرسانات، بنينا مو عندنا خيم، زين اكو هواي لغات ماكو تقدر تتعامل بها، وهواي طرق اليوم مفتوحة. شؤون العشائر بوزارة الداخلية السيد ناصر النور الله يحفظه، ومنظمات المجتمع المدني، كذلك إلى سادتنا الأفاضل أوتاد العشائر، وكذلك شيوخنا كلهم عندهم جميع الحلول. لكن هذا التسرع هو التسرع يسموه تسرع آني. زين انت اليوم من الدق لازم تخلي كلها قدامك، يا سيد ناصر انا ما صارت لحل راح ادق، يا شيخ مازن انا راح ادق،
زين يا مكتب يا انا ما صار لي حل، ذيك الساعه يقول لك والله عم حقك، بس انت مو شغله مثل لعبه طوبه تروح تديك، لو شغله مال جيران تروح تديك. اليوم اليوم هذا ارهاب، يعني اليوم هذا البيت بمرة تقرا قران، شيخ، طفل، دين هذا الرصاص ايش قد يرعب هاي العائله، ايش قد يخوف هاي العائله. فالمفروض التأني بهذا الوضع، التأني يعني تنعكس على نطالب، احنا نطالب. هو الدليل هذا ترى ضعف القانون مولاي، المفروض القانون يتعاون ويا شيخ العشيرة. يعني انا من دق تليفون على الاتحادية كنت تجيني زين، فاكو تقصير من القوات الامنية بالحضور الآني للوضع حتى كلها تمت عليه. بالضبط. يعني المفروض احنا كل منطقة بيها مجموعة من الامن الوطني وشيخ العشيرة والمجلس البلدي والدفاع، حتى من تصير حالة كلهم هذول يحتوونها وتخلص بنفسها. واتمنى تكون اكو مجالس عشان لا اكو لجان مدنية داخل يسمونها المجلس المحلي مثل لمدينة الشعب. هذا من يصير حدث الكل حضور، هم مدير الشرطة، مدير الأمن، مدير هذا الشيخ، شيوخ العشيرة، كلهم يحتوون. من يقعدون هذول يحلونه كل واحد ضمن اختصاصه. الله عندك شيء تضيفه؟ الله يبارك. أول شيء أشكر حضوركم لهذا بيتي المتواضع، وكذلك أشكر جميع المعنيين بهذه القناة، وأبارك لكم هذا المسعى، وأرجو أن تتوضح الحقائق، عدم المماطلة والتفكير البعيد عن الحقيقة. أتمنى نكون حقائقين، يعني لما نحكي شيء صحيح. يعني احنا اكو تقصير عندنا كعشائر، لأن الدولة ما راعيتنا، ماكو مراعاة للشيخ. الشيخ قاعد يوقف بباب المركز وينطرد، يروح بدوائر، ماكو إلى هيبة بهذا المجتمع. وكذلك احنا هماتين مو مطيعين للقانون، لان انت طيعني واطيعك. والسلام عليكم. اشكرك، الله يبارك بيك ويحفظك. اشكرك على سعة صدرك وعلى هذه الكلمات الطيبة اللي تعتبر قاموس عملنا اليومي. ووجهت رسالة لاذعة لبعض منتسبين قواتنا الأمنية اللي ما يتعاونون ويا الشيوخ. شيخ يروح يراجع دائرة معينة يقعد بالإسحالة على الناس، لا، من يقول له قل له الشيخ فلان، لأن هو الضابط ابن عشيرة وابن شيخ. نريد تعاون، ما تجسور. أنا قلت لأكثر من قائد وقلت موجودة، حتى قائد الشرطة الاتحادية، وزير الدفاع، أمين سر الدفاع، الداخلية، الوزراء، زرتهم يابا يا ضباطنا انتم ولدنا، مدوا جسور محبة ويا الشيوخ. هسه لو بهاي المنطقة اكو ضابط يتعاون ويا الشيخ عدنان بالإخلاص، ما تبقى ظواهر. تحياتنا ورسالتنا اليوم من هذه المنطقة، أنا أقول عليها المنكوبة، منطقة تعبانة جدا، منسية. هذه أنا أقول عليها نقرة السلمان أو معزولة، ماكو موازنات لا شاملتها ولا مدير جايها. بس أتوقع، مو أتوقع، لا حقيقة، يومين ثلاثة يجوك المرشحين، يقدم لك كارت، يقدم لك شيء. أنا أصلا مولاي ما عندي أي بطاقة ناخب من صارت من ترك المومن الجامع وتوجه للسياسة. بارك الله فيك. شكرا شيخنا على هاي العبارة. طبعا انتم انتظرونا يوم بعد غدين ان شاء الله راح تشوفون هذا اللقاء، وراح نكرمه، جايبين له تكريم. واحنا قناة مجازة رسميا، وكادرنا بطل شارك في الحرب، اللي يفتح قناتنا يشوفنا عسكريين بنات وولد، وطينا شهداء، واليوم نقاتل على الجبهة الداخلية، لأن نقاتل من أجل عشائرنا، من أجل نسيجنا، من أجل أجدادنا، من أجل أهلنا اللي ضحوا وشربوا ماي العقاريق، ماكو، وماتوا بالبخت وتركوا بصمة. كل شيخ أو كل شايب قديم ترك بصمة، الولدة والولد. تحياتنا، تمنياتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله يا رب.